أنا بتوقع الكل هلأ عم بيستنى يعرف كيف ممكن نواجه إبليس بهي الحرب. بثلاث أمور بسيطة جدا. أولا، إبليس يتلاعب بالذاكرة حصرا، لذلك إبليس هو المسؤول الوحيد عن النسيان، وهذا موضوع هام جدا للإخوة الطلاب والطالبات أثناء الدراسة أو أثناء الامتحان. إبليس يسيطر على الذاكرة. لماذا؟ ذكر النسيان مرتين في القرآن الكريم ونسب حصرا إلى إبليس. بسورة الكهف يقول فتى موسى إلى موسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، مستثنى بإلا. يوسف يقول لأحد صاحبي السجن: اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه. لذلك الحل بسيط جدا بسورة الكهف: واذكر ربك إذا نسيت. يعني مع الأسف نلاحظ الطالب والطالبة بالفحص إذا نسي السؤال: أين قرأته بأي صفحة كذا، يا أخي اذكر ربك إذا نسيت، بنحل الموضوع. فالموضوع سهل. الموضوع الآخر التمسك في القرآن برمضان وغير رمضان، ونحن في شهر القرآن. قال تعالى صراحة: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. لماذا؟ لأنه يعشو عن ذكر الرحمن. الموضوع الهام الثالث، خاصة هذا الموضوع يهم الشباب: الاستقامة، الصراط المستقيم، الأخلاق والمبادئ والرقي. الحل بسيط للغاية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. حرفيت أي كل يوم عنده ليلة قدر خاصة به. بليلة القدر العامة في رمضان قال تعالى تنزل بتاء واحدة، هنا قال تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، فعاش بجنة أرضية، لأن الخوف يأتي حصرا من الشيطان. قال تعالى ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إذن الاختصار: اذكر ربك إذا نسيت، من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، فالتمسك بالقرآن. ثالثا الاستقامة، والرسول صلى الله عليه وسلم لخص كل هذا الدين بهاتين الكلمتين. حينما جاءه رجل: أوصني أوصني أوصني، الحديث شهير، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له بالمعنى العام: قل آمنت بالله ثم استقم.